مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا، اتفرجوا على الجلاش ده، حاجة تحفة. نشتري ليه والنبي الحلويات بالغالي واحنا نقدر نعملها بمنتهى البساطة، ونعملها احلى من المحلات كمان. حاجة بجد روعة روعة، وسريع جدا جدا. ولا مسكت بقى ورقة ودهنت وعملت، بجد سهل وسريع. بس هقول لكم، يعني انا حسيته بعد لما اكلته انه تقيل شويه، فقللوا شويه من نسبه السمن اللي انا هحطه اللي هتشوفوه في الفيديو ده. قللوا شويه السمن. اللهم صل على سيدنا محمد. بجد حاجه روعه، طعمه تحفه، مقرمش من بره وطري من جوه، وطعمه تحفه تحفه، والكاستر موديه في حته تانية. اول حاجه هنبدا فيها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت كوبايه ونص من السكر، كوبايه واحده من الميه، وعصره ليمونه، وهرفعها على النار. واسيبها حوالي 7 دقايق كده على النار، وبعد كده احط شويه فانيليا وانزلها. هنا جبت 3 كوبايات من اللبن، وحطيت فيهم 3 معالق مليانين مترعمين من الكاستر، وحطيت معلقتين سكر. تقدري تحطي معلقتين سكر وتقدري ما تحطيش، لان احنا طبعا عملنا شربات زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ايدك فيه طبعا ما تتشالش خالص عشان ما يكلكعش. اللي بيشوفنا لاول مره يا جماعه، ياخد كده جوله في القناه، واذا عجبه المحتوى يشترك معانا. اللهم صل على سيدنا محمد، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. جبت بقى لفه الجلاش ديت، وهقسمها على 3. احاول كده اوسطنها اظبطها يعني. حاجه سريعه بجد، يعني طريقه حلوه انا شفتها وعجبتني، فقلت اعملها معاكم. يعني هي مش اختراع الصراحه، بس هي بجد حاجه جميله وسهله قوي 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 عن اي طريقه تانية كنا بنعملها. زي ما انتم شايفين كده. بعدين ممكن اي حته مقطعه تدخلوها من جوه، تطلعوا حته سليمه، تبقى هي اللي بره اللي ظاهره يعني. شايفين؟ بعملها زي مثلثات كده. حاجه في ثواني في ثواني. حطيتهم، بعمل المثلثات وبحطهم في قلب الصينيه. سواء بقى الصينيه مدهونه او مش مدهونه، كده كده انا هحط سمن بالكفايه يعني. بس زي ما قلت لكم، قللوا شويه عن السمن اللي انا حطيته ده انا بقول لكم بالامانه يعني، عشان يبقاش تقيل عليكم. هو حلو حلو جدا، بس حسيته تقيل شويه. انا والله يعني المره دي عملته كده، كنت بجربه بس لقيته حلو، فقلت نعمله سوا. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شايفين؟ اي بقى حاجه مقطعه كده حطيها من جوه مش هتبان. بعدين بنحاول نساوي المثلث. زي ما انتم شايفين كده، طلع يعني اللفه كلها طلعت 9 قطع. حلوه تحفه. انا حطيت كوبايه بحالها من السمن، شبه كده كاني بقليه. وبعد كده بنخرج اللي بيزيد بقى بعد كده من السمن بنصفيه تاني. بس حطيتها بقى في الفرن. الفرن كان سخن، وطلعت باللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده بسقيها بقى الشربات اللي احنا عملناه وبرد طبعا. هي سخنه والشربات بارد عشان تطرى من جوه واعرف افتحها. كده لو حبيت افتحها مش ممكن هتتفتح، لازم الاول تحط الشربات وتسيبيها قد 10 دقايق كده في الشربات، وبعدين تفتحيها تتفتح معاكي بكل سهوله. وتحشيها بقى زي ما انت عايزه. الكاستر زي ما انا ما عملت، مهلبيه لو ما عندكيش كاستر ما فيش مشكله. بجد كانت تحفه. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى، بعد ما سبتها في الشربات تتفتح بسهوله ازاي، بدات بقى احشيها بالكاستر، وبعدين ابظظه من بره شويه علشان يتحط في قلب اي حاجه بقى انت عايزه تجملي بيها. جوز الهند، مكسرات، شوكولاته، اي حاجه حابه تزيني بيها زيني بيها. اهو شايفين؟ اوريكم واحده تانية عشان اوريكم قد ايه بيتفتح ببساطه. وتحشيه بقى كده وتبظظيه شويه. بس لو يعني زياده الكسر زياده عن اللزوم، طبعا هنشيل منه كده، وبعدين اعمله كله، وبعدين اظبطه بقى واوريه لكم. كنت بوريكم بس السوا. جميل بجد جميل، وما اخدش في الفرن 10 دقايق. ايه رايكم؟ والله تحفه، وطعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي. ما تنسوش بس اللايك يا حبايبي، وشيروا كده الفيديو عشان الكل يستفيد منه. بجد طريقه حلوه وسهله. تصبحوا على خير.